يوم المناقشة، اليوم اللي كنت مستنيه من أول يوم دخلت الكلية، اليوم اللي شفت فيه تعب السنين بيتحول لفرحة. بس برضه كان شوية توتر، لبست أحسن لبس، حضرت البرزنتيشن مليون مرة. بس الحمد لله قلت ربنا كده هنسيبها. هنا وصلت كله كان متوتر، بس اللي هو حاولت كده اللي هو لازم نفك الدنيا يا جدعان، الأمر بسيط يعني، الأمر مش صعب. وطبعا إيهاب خلص لازم يمسي علينا، أحمد طه جاي يدعمنا. هو إسلام معانا بس هو جاي ضيف يعني. هنا كان جاي الدور عليا. وصلت الحمد لله، طلعت اتكلمت، كان في شوية توتر وانا بتكلم كده بتلجلج، بس قلت لا، انت لازم تكون واثق من الفوز. شكرا في لحظه زي دي، شكرا لابويا وامي، شكرا لابويا اللي دايما بيحاول ان احنا نكون احسن ناس في الدنيا. شكرا لامي اللي حرفيا الجندي المجهول في الرحله دي. شكرا ان هي اللي خلت ان يبقى قدامكم دلوقتي محمد هو هذا الكائن. شكرا لاخواتي اللي هم اهم ناس في الدنيا. شكرا لعيلتي كلها، انتوا الداعم الحقيقي بعد ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا دي. شكرا لكم بجد. تمت مناقشة مشروع التخرج، جبنا امتياز الحمد لله.